اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهارده ان شاء الله معانا فيديو جميل جدا للي بقى ولا عارفه توفر في السوق، ولا عارفه توفر في الفلوس، ولا عارفه تعمل اي حاجه من اللي رغينا فيها قبل كده. ملكيش حجه. النهارده انا جايبه لك فكره لو مشيتي عليها هتحوشي وانت مغمضه. ولا هقول لك وفري بقى في حاجات البيت، ولا وفري في غسيل البيت، ولا وفري في اي حاجه. هي حاجه انت هتعمليها اول الشهر هتلاقي معاكي اخر السنه مبلغ. هي حاجه ايه بسيطه كده. تعالوا كده نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف هنعمل ايه اللي هيعمل معانا ده في خطوه واحده او خطوتين. يعني هي خطوه بس ان انت كل شهر تشيلي كذا، اخر السنه الخطوه التانية ان انت تلاقي المجهود اللي انت عملتيه. فحاجه يعني بصوا سهله بسيطه سريعه. سريعه انتوا تقولوا سريعه ازاي؟ اقول لكم سريعه ان انت مش بتلعبي في الايه، في التحويش والكلام ده كله، وتحاولي تدعبسي وكده. بس الست الشاطره بقى شاطره جدا يعني اللي تعمل اللي انا هقولها عليه، وهتفرق معاها، واخر السنه هتتعيدي ان شاء الله. عندنا ايه؟ جمعيه ال10%، يعني بطريقه احترافيه وسهله جدا. ازاي دي اميره؟ يعني احنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده ان انتي اول ما المرتب بينزل بتاخدي ايه؟ 10% من المرتب، وكانه ما جاش. خلاص استنوا بس مظبوط الطرح عشان انا ايه على الله حكايتي. انا صاحيه من النوم انا بصور الفجر، انا لسه صاحيه. فتعالوا معايا نشوف احنا كنا نقول ايه. معلش يا جماعه بدخلكم في تفاصيل يعلم بقى الا ربنا. المهم الجمعيه دي هتوفر معاكي كتير جدا جدا جدا. اول حاجه زي ما احنا كنا متفقين قبل كده، اللهم صل على رسول الله، ان احنا اول الشهر انا مثلا جوزي بيقبض بيديني مثلا 2000 جنيه بتوع الاكل والشرب، بيديني 3000، بيديني 10000، بيديني 20، على حسب المبلغ اللي انت بتاخديه. بتعملي ايه انت بقى؟ بتجيبي، يعني انا باخد ال2000 اخد منهم 200 جنيه وامشي الدنيا بتاعتي على 1800 شهريا. خلاص ده الاكل والشرب بس، احنا مش بنتكلم في الفواتير، مش بنتكلم في اي حاجه تانية، احنا بس بنتكلم على الاكل والشرب. خلاص يا حبيب قلبي. طيب انا خدت ال 200 جنيه، بروح جايبه حصاله، اسمعوا من الحته دي، حصاله وتكون ليها قفل محكم وما تتفتحش، وما تجيبيش اللي انت ممكن تقصيها وتقطعيها دي وتطلعي منها. هي حصاله حديد كده، هتروحي لواحد حداد يعملها لك، حصاله بنت ناس يعني، مش هتكلفك يعني حوالي عن 100 جنيه او حاجه زي كده، يعني لو 150 بس هتعيش معاكي بقى. انا هوريكم الحصاله بتاعتي في فيديو تاني ان شاء الله، عشان انا خايفه ادخل الاوضه اصحيها واجي بيها على الفيديو خلوها الفيديو تاني. فالمهم ايه، انت هتجيبي الحصاله دي تخلي واحد حداد يعملها لك، اللي هي تتفتح ولها قفل كده. فدي ولا ايدك بقى الشيطان هيوزك يقول لك اقطعيها، قصيها، موتيها، لا ما مش هتعرفي تعملي فيها اي حاجه. ده حديد، روحي لتاني خليه هو اللي يعملها لك، وهيعمل لك مكانها للقفل كده زي الترباس كده بيعملوا بالقفل. وبتجيبي انت بقى قفل كده كويس وتروحي حاطه فيها، وكل شهر تشيلي ال200 جنيه دول او ال100 جنيه او 300 جنيه على حسب اللي هتقدري تشيليه. يعني انا لو باخد 3000 على كل 1000 انا بشيل 100 وامشي دنيتي بالمبلغ الباقي. لو باخد 4 بشيل 400، باخد 5 بشيل 500، لكل 1000 بطلع 100 جنيه. ماشي يا حبيب قلبي؟ وال100 جنيه دي احطها فين؟ في الحصاله دي وانسيها. بس دي اللي انا عايزه منك. وتعالي على اخر السنه شوفي انت هتلمي مبلغ ازاي كانك اصلا ما جمعتيهوش اساسا وما تعبتيش فيه، ومش هتضطري بقى ان انت تعملي لو قلت لك عليه في الفيديوهات اللي فاتت. بس لو عايزه بقى تلمي مبلغ احسن يعني اجمد من كده، ان انت تعملي ايه؟ ان انت برضو على قد ما تقدري تحاولي تلملمي حوالين برضو المبلغ، كبريه. يعني انا مثلا لما هشيل 200 جنيه في الشهر، في ال 12 شهر هعمل لي 2400 جنيه في السنه. اخر السنه هيكون معايا 2400 جنيه. انا مثلا هاخد 300 جنيه اشيلهم كل شهر، هيكون معايا 3600 جنيه. انتوا ما تستل ما مش تستقلوا بالمبلغ، انت كانك اصلا ما عملتيش حاجه. يعني انا مثلا 2400 جنيه كنت بصرفهم طول السنه، اجيب بهم حاجات فاضيه وخلاص على كده في البيت. ماشي دلوقتي مش في حاجات فاضيه ومفيش رفاهيات، انا معاكم في كده،
بس كده كده كانت هتتصرف، اعتبريها اتصرفت. اخر السنه هتلاقي معاكي مبلغ. هتقولي لي 1200 جنيه هيعملوا ايه، ولا 3600 جنيه هيعملوا ايه؟ هيعملوا. لو رحت جبت لك خاتم اطفال، لو جبت لك بيهم ربع جرام سبيكه، ربع جرام، نص جرام، على حسب المبلغ اللي هتوفريه انت وشطارتك. ما انا مش بقول لك ده بس كده، لا. انا مثلا جايه من السوق بقي معايا 10 جنيه فرق اسعار، جايه من بره بقي معايا شويه فضه. انا الحاجات دي كلها بعمل لها حصاله تانية في المطبخ. وبعمل ايه بقى؟ بروح واخداها اخر الاسبوع او اخر كل 15 يوم كده، ابص عليها بصه اشوف انا جمعت فيها قد ايه. لقيت فيها 50 جنيه كان بها، لقيت فيها 20 جنيه كان بها، لقيت فيها 10 جنيه كان بها. اجلمد الحاجات دي ورق، لو في فضه اجلمدها ورق، واروح منزلها فين؟ مع الحصاله الكبيره اللي انا مش بفتحها غير فين؟ اخر السنه. تبقى انا كده عملت ايه؟ عملت لي مبلغ من ولا حاجه. انا حبيت اقول لكم الفكره دي لان الفكره دي انا بعملها وماشيه عليها، واللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. خلاص، فاللي عايز يستفاد منها ماشي. والمفتاح بقى، المفتاح يا اما لو عندك جاره انت واثقه فيها وصاحبتك يعني كويسه، تديها المفتاح بتاع الحصاله ده، مش تخليه معاكي. بس انا عارفاك وانا مجربه قبل كده، ما تخليهوش معاكي. يعني انا بديه لجوزي واغصب عليه واخليه نايم واخده وافتح انا. يعني يقول لي انت مش قلتي لي ان انت مش عايزه ومش تديها لي، لو عملت لك كده وشقلبت لك في الارض، اقول له ماشي ماشي، واخليه نايم واروح اخد المبلغ وكاني ما عملتش اي حاجه. فما تخليهوش في البيت. لو حلفتي لمين ان انت مش هتاخدي، برضه هتاخدي. فبلاش تخلي المفتاح فين؟ في البيت خالص. يا اما تدي لواحده جارتك وتحلفيها باغلى ما عندها ان هي ما تديهوش ليكي خالص. لو بصي، لو اتقلبتي قدامها ما تسالش فيكي. ده يكون اتفاقك معاها، عشان مش تصعبي عليها وتقولك طب خدي. لا، فانت بقى عايزه تلمي سنه واحده بس. امشي على الكلام اللي بقوله لك، سنه واحده بس. قسما بالله، قسما بالله هتدعي لي، وقسما بالله كمان مره هتلاقي نفسك عملتي انجاز كده ومبسوطه باللي انت عملتيه. ماشي. فانت يا اما تدي لواحده جارتك، تدي لاختك، تدي لامك، بس تتفقي معاهم ان انت لو جيتي لهم في اي وقت او في اي لحظه عايزه المفتاح، ما يعبروكيش. عارفه يعني ايه ما يعبروكيش؟ يسيبوكي كده تتكلمي مع نفسك وقتها. بس لما تيجي يعني انا مثلا ربنا يدينا الصحه وطول العمر، انا هعملها معاكم في فيديو. هجيب الحصاله بتاعتي من اول باذن الله، باذن الله السنه الجديده. وانا قلت لكم الفيديو اللي فات من اول السنه الجديده كده ان انا هجيب الحصاله قدامكم واوريها لكم الحصاله بتاعتي، واول 200 جنيه هحطها قدامكم، واخر السنه هنفتحهم مع بعض واشوف بقى بشطارتي بقى ايه انا وفرت كام. انا المفروض اوفر 2400 جنيه لاخر السنه، هنشوف مع بعض احنا هنوفر كام. ماشي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب ما اكونش طولت عليكم. للناس اللي بتكلمني وتقول لي احنا بنحب نتفرج عليكي بس عشان انتي بتطولي في الفيديوهات، الفيديو ده مش مكمل 10 دقايق اهو. يا رب تكونوا استفدتوا لو معلومه بسيطه. وحاولوا حاولوا حاولوا، يعني اللي مش بتعرف تدبر خالص ولا تعرف توفر لها قرش، امشي على الطريقه دي وصدقيني والله هتدعي لي. وان شاء الله كده اشوفكم في فيديو جديد. ومع السلامه.